السلام عليكم. انبوكسينج لعبوة رصاصي لا يقاوم توباكو بليز، والتجربة الأولى. هاي آخر المقتنيات ضمن مجموعتي العطرية، وبانتظار وصول بعض العطور رح أشرح عنها بس توصل بإذن الله. طبعا هذا من الإصدارات الحصرية لشركة رصاصي. نشيل الغطاء البلاستيكي. طبعا هذا غطاء خشبي بيجي ماجنتيك، يعني مغناطيسي. وهون العبوة، شوف الفخامة، بتيجي 75 مل. طبعا هذا العطر شحيح جدا في الأسواق. هم 4 إصدارات من الخط البرايفت لاين لرصاصي. واو، فخامة، الرائحة فخمة جدا. رح نشرح عن العطر ومكوناته إن شاء الله تعالى، بس هون الأنبوكسينج، وحسا رح نشرح لكم عن العطر. كيف بشوف هذا العطر أو كيف بشم هذا العطر؟ أولا هذا العطر من إصدار عام 2013. النوتات العطرية لهذا العطر عندنا في الافتتاحية الزعفران والنيرولي وزنابق الوادي. أما القلب العطري المشمش، البنفسج، الكماري والعنبر، بالإضافة لخشب الأرز. القاعدة العطرية تتكون من الجلود، العود والباتشولي. إذا بتحضر تقييمات هذا العطر على اليوتيوب ومعظم مقيمي العطور بيقول لك هذا العطر هو نيش كواليتي جوا عبوة ديزاينر. بالضبط، هذا العطر هو نيش كواليتي جوا عبوة ديزاينر، لذلك لا تشتري شراء عمياني، لا تشتري بلايند باين. جرب قبل الشراء. أولا سعره مرتفع، 75 مل، صعب تلاقيه في الأسواق، وبدك تدفع عليه حوالي 70 ل 80 دولار على الأقل عشان تقدر تحصل هاي النسخة. بالنسبة للثبات والفوحان اللي كثير بنسأل عنه في العطور، هذا العطر ثباته وفوحانه نووي، بنحكي عن 10 ل 12 ساعة ثبات، الفوحان 3-4 ساعات على الأقل. العطر شتوي بامتياز، ممكن يكون في مساءات الخريف والربيع الباردة، ولكنه يحتاج لأجواء باردة. العطر مش سهل الارتداء، بده ذوق خاص، بده واحد متمرس في عالم العطور، بده شخص بحب العطور الصعبة. تقييمي للعطر حسب النوتة وجمالها بعطيه 9/10. عطر فخم جدا جدا، بنصح فيه الأشخاص اللي بدوروا على عطر متفرد.